السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة حق كان تفسير موضوع النملة مع سيدنا سليمان. أيوة. أنا وصلني إيميل من فترة طويلة إن لكلمة لا يحطمنكم. يحطمنكم، نعم. نعم، إن هي تركيبة النمل، إن هي نوع من الزجاج على أساس إنه ما يتكسر. ثاني أكسيد السيليكون. صحيح؟ هو صحيح هذا الكلام ولا لا؟ شكرا أختي. هذا الكلام ما رحت محاضرة ولا برنامج إلا ما أسأل هذا السؤال. حتى في لبنان سألوني في لبنان. صح. لما رحت في بيروت سألوني السؤال ده ولحوا عليه بشدة. ليه أنا ما بقولهاش؟ ما كنت أقدر أقولها. لم يقم الدليل على ذلك. هما بيقولوا أن القرآن قال لا يحطمنكم على أساس ان التحطيم يكون للزجاج. القطع للخشب والتحطيم يكون ايه؟ النشر للخشب والقطع للحديد والتحطيم للزجاج. على اعتبار ان النمله داخل فيها وما الزجاج هو ثاني اكسيد السيليكون SiO2. لكن لما يوجد مرجع يدل على هذا ولذلك ما بقولهاش. اشكرك يا دكتور. ودي يجب ان نحترم الامانه. نعم. عبد الوهاب من الكويت، تفضل ابوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور، وارحب في ضيفك الدكتور صبري. عندي مداخلة صغيرة، هي يمكن استفسار أكثر ما هي مداخلة، يا ريت الدكتور يفيدنا. بالنسبة للحديث الشريف اللي ذكرته اللي هو عدد مفاصل الإنسان في البداية، أنا دخلت الحقيقة موقع الإعجاز العلمي بالقرآن، ذكرت أو شفت تعريف المفصل، يعني تعريف المفصل في الطب هو التقاء العظمتين مع بعض، بينما الموقع اللي دخلته قام بإعادة تعريف المفصل، فقال المفصل هو الالتقاء بين عظمتين أو حتى بين الغضروفين، وهذا يتيح للشخص يعني حتى للسيء النية أنه يتلاعب بعدد المفاصل على كيفه بالطريقة هذه. يعني على سبيل المثال بالصورة هذه إذا ذكرنا التقاء الغضروف السادس مع السابع في القفص الصدري، هذا راح يزيد عدد المفاصل، راح يكون عددها أكثر من 360 نفس ما مذكور بالحديث الشريف. ثاني شغلة في استفسار أيضا الدكتور صبري، اللي أعرف أن المفصل هو نفس ما قلنا في البداية ملتقى العظمتين مع بعض، بينما الكلمة الثانية السلامة أعتقد هي العظام الصغيرة الموجودة في أطراف الأصابع وليست المفاصل، فشلون ذكرها الحديث الشريف بالصورة هذه؟ الشغلة الثالثة والسؤال الأخير، في أشخاص طبيعيين يمتلكون عظام إضافية في أجسادهم، حسب الإحصائية ممكن حتى أبعث لكم الرابط لها في الإنترنت، أن شخص من كل 20 شخص في العالم يملك ضلع إضافي في القفص الصدري، فهني يصير في يعني نوع من اللبس، يا ريت يتم توضيحها من قبل الدكتور، وشكرا. لا يوجد أي لبس. فالمفصل اللي هو عبارة عن الرابطة بين يعني عظمتين، المقصود بالمفصل هنا في كل مراجع اللغة هو العظم نفسه، عدد العظام نفسه. وبعدين حتة إن في شخص يعني في ضلع زايد ولا بتاع، الرقم على المتوسطات. طب ما في ناس يمكن في ضلعين ثلاثة مش موجودين، في المعوقين يمكن الرجل مش موجودة. القاعدة العامة الشاذ يؤكد القاعدة ولا ينفيها. بالضبط، يؤكد القاعدة ولا ينفيها. نعم. وبعدين عندك في رواية في سلامة أي العظم أيضا. نعم. في رواية على كل سلامة. نعم. وبعدين ده الحديث لسه باقية، ويجزء عنها ركعتي الضحى عن ال 360 سلامة دي. نعم. فالحديث محقق على المفصل هو العظم. الكتاب ذكرت الكتاب العلمي اهو. طيب إذا تلعبنا بألفاظ اللغة، ماذا عن الكتاب الفرنساوي اللي يعتبر العمدة في علم الأجنة وعلم تشريح الإنسان اللي أنا قلته عدة مرات، اللي هو أناتومي توبوغرافيك، والمعلومات دي مأخوذة منه. طيب الآن نرجع يا دكتور على قضية أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. بسم الله. أولا عشان نفهم الآية دي فهم صحيح، لازم هي الآية دي 40 من سورة النور، لازم نرجع للآية اللي قبلها 39 اللي هي السراب. أيوة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يبقى هنا رب العزة ضرب مثلين لأعمال الكفار ولمعتقداتهم الخاطئة. المثل الأول كسراب بقيعة. ما هو السراب؟ سمي السراب سرابا لأنه يسرب أي يجري كالماء. فأنت وانت راكب السيارة في عز الظهر تجد قدامك في الطريق وكأن ماء جاري، وبعدين تيجي لم تجده شيئا. فالكافر حتى لو عمل كل الخير في الدنيا
هيجد أعماله في الآخرة كسراب هباء منثورا. والظلمات دي والظلمات ده لا دي عاوز وقفة كبيرة بقى. لنا 5 دقائق لا 5 ساعة ونخلص الحلقة بعدين نكمل إن شاء الله الأسبوع المقبل. فضغط لي الظلمات في 5 دقائق. طيب أنا هبدأ ظلمات بعضها فوق بعض. ذكر سحاب. وانت بتديني 5 دقائق. يلا قول. أو كظلمات بعضها فوق بعض. هذا كلام لا يقول إلا خالق. لماذا؟ كيف؟ مشاهدي الكرام، نتخيل أن غواصا نازل في بحر الجي. شايف الدقة؟ شايف دقة القرآن؟ بحر الجي مش أي بحر. يعني البحر الأحمر ما ينفعش، خليج عدن ما ينفعش. قال قتادة هو البحر العميق الجي اللي هو عميق الغوض، عظيم المياه. نعم. والذي لا قعر له لعمقه. فالمحيط، ودي الآية دي راكبة يا شيخ محمد على مين؟ على المحيط الهادي بالذات. لماذا؟ لأن متوسط عمق المحيطات 4 كيلو، أما المحيط الهادي فيه خنوق ماريانا أو ماريانا بس 11 كيلو. فالظلمات إلا نتخيل نفرض أن هناك غواصا. هشرحها بشكل بسيط جدا للمشاهدين. تفضل دكتور. الغواص ده معاه سلة زجاجية فيها خضروات وفاكهة، فيها تفاح أحمر حلو، وفيها برتقال أورنج برتقالي اللون، وفيها بلح أصفر، وفيها خيار أخضر، وفيها عنب أزرق أو كرز، وفيها جزر ميلي، وفيها بنجر بنفسجي، وفيها كيوي بني. لا الألوان دي مقصودة مرتبة. مرتبها أنت؟ مش مرتبة. لا العلم كده لازم كده. تفضل. لما ينزل على عمق 20 متر يبص للتفاح الأحمر ما يشوفوش، اختفى. ليه؟ لأن عند هذا العمق 20 متر بيمتص الموجة الحمراء اللي هي أطول الموجات. ما عندنا الموجات 7، الأحمر وبعدين البرتقالي وبعدين الأصفر وبعدين الأخضر والأزرق والنيل والبنفسجي. على عمق 20 متر يبص للتفاح ما اختفى. دي بيسموها العلماء ظلمة اللون الأحمر. بعدين يجي عند عمق 80 متر يبص للبرتقال ما يلاقيش، ظلمة اللون البرتقالي، ظلمات بعضها فوق بعض. يبقى ظلمة اللون الأحمر فوق ظلمة اللون البرتقالي. وبعدين يجي عند عمق 100 متر يبص للبلح الأصفر مش شايفه، لأن الموجة الصفراء امتصت ودي ظلمة اللون الأصفر. يبقى هكذا. لا خلينا نكمل. وبعدين يجي عند عمق 240 متر يبص للخيار الأخضر مفيش، دي ظلمة اللون الأخضر. وبعدين يجي على عمق 580 أرقام محددة 580 متر يبص للعنب الأزرق ما فيش، ظلمة اللون الأزرق، ظلماتهم بعضها فوق بعض، ظلمة اللون الأحمر فوق ظلمة اللون البرتقالي فوق ظلمة اللون الأصفر فوق ظلمة اللون الأخضر فوق ظلمة اللون الأزرق لغاية دلوقتي. ويبص بعد كده عند عمق بالظبط 800 متر يبص للجزر ما يشوفوش، فدي عمق ديت بتاع ده ظلمة اللون النيلي. واللون النيلي دي مش لون، هو خليط ما بين اللي قبله واللي بعده الأزرق والبنفسجي. وبعدين يجي عند عمق بقى ايه؟ عند عمق كيلو بالظبط ما يشوفش حاجة خالص. إذا أخرج يده لا غير إذا أخرج يده هو على السطح. نتيجة إيه؟ نتيجة إن المحيط فيه كميات من البحر رهيبة. شوف البحر بقى المتوسط وده عبارة عن جزيرة مقفلة، يعني كمية المية اللي بتتبخر منه في الثانية عبارة عن 100,000 طن. أما من المحيط مليار متر مكعب في الدقيقة، فتلاقي البخار كثيف أخرج إيدي ما أشوفهاش. ظلمة الغيم ولا إيش؟ لا مش الغيم، ماليش دعوة بالسحاب اللي فوق. ليه؟ لا المقصود في الآية أيوة اللي هو إيه؟ موج من فوقه سحاب. السحاب مش العلوي، لا السحاب السحب الكثيفة اللي موجودة على سطح المحيط نتيجة تبخر المياه. ودي سوداء يعني. لا مش الكثافة، بأبخرة كثيفة أخرج إيدك مش هتشوفها. ليه؟ من غزارة بقول لك في الدقيقة مليار متر مكعب. فإذا أخرج يده لم يقدر، مش السحاب اللي فوق، لا هي الأبخرة. وبعدين بعد السحب ديت في الأمواج السطحية. الإعجاز بقى القرآني أين؟ يغشاه موج من فوقه سحاب. السحاب ده احنا عرفناه نتيجة عمليات التبخر. الموج السطحي كل واحد عارفه اللي موجود على السطح. اللي بيسبب اضطراب السطح أو اتزانه أو هدوءه. أما الإعجاز بقى، ودي كلمة لا يقولها إلا خالق، الموج الداخلي لم يكتشف إلا سنة 73 بالأقمار الصناعية وتقنية الاستشعار عن بعد. إزاي؟ وجدوا على عمق 4 كيلو من المحيط أمواج جبال من الأمواج عند السطح البيني أو السطح الفاصل بين طبقتين من المية.
طبقة عليا وطبقة سفلى. العليا أقل كثافة والسفلى أكبر كثافة. مين اللي سبب في هذا التباين؟ حاجتين: درجة الحرارة والملوحة. وبعدين عندك 4 عوامل تشترك مع بعض: حركة المد والجزر، واختلاف الضغط الجوي، وتغير شدة الرياح. بتعمل بقى جبال رهيبة. اللي ادي موج، الموج الداخلي، من فوقه موج، الموج السطحي، من فوقه سحاب، والسحاب اللي هو عمليات الايه التبخر. السؤال للبشرية كلها: هل الرسول شاف محيط في حياته؟ دكتور هل ركب البحر؟ دكتور هنا بقى عشان اختم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دكتور، كل هذه التفاصيل وزيادة عليها بإذن الله الأسبوع الجاي. دكتور صبري الدمرداش، شاكر لك على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. إلى الأسبوع المقبل بإذن الله في التكملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.